شايفين اللمعة الجميلة الحلوة دي؟ عايزين تعرفوا سرها؟ يلا بينا ندخل الفيديو ونشوف. وصلنا ببوتاجازنا الجميل ده كده لحد كده ازاي. يلا بينا، يلا بينا. دي المكونات بتاعتي اللي انا هشيل بيها الصدى اللي في الحلة بتاعتي. حاولت اغسلها اكتر من مرة، مفيش. حاجة بسيطة جدا جدا وموجودة عندنا في كل بيت. تمام، ممكن تستغنى عن حاجة منهم عادي وتكملي الباقي. معانا معلقة بوتاص او ماده كاويه، اللي هي ماده كاويه عامه، يعني معرفش انتوا بتقولوا عليها في بلدكم ايه. معلقه كربوناتو اللي هي بتاعه الطعميه. معلقتين اتنين مسحوق من بتاع الغسيل. صابون. اي ماده سائله للغسيل عندك في البيت، يعني بتغسلي بيه المواعين او الاطباق والمعالق بتاعتك. تمام تمام. هنعمل ايه؟ في مكون لسه ناقص هنعمله. هندوب معلقه البطاط، هندوبها في ربع كوبايه ميه وهنشوف كده. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت معلقه البطاط في كوبايه. تمام. معايا هنا ربع كوبايه ميه بالشكل ده كده. هنقلبها لحد ما تدوب. خلي بالك بس، خلي ايديكي بعيد، خليكي بعيد، مفيش حاجه تطفش عليكي لان دي ماده قويه هتحرق مكان ما هتنزل نقطه الميه بتاعتها، هتحرق المكان وما هدوم اي حاجه. هندوبها خالص لحد ما تدوب. تمام بالشكل ده كده. دابت خلاص اهي. تمام. هنروح بقى المكونات بتاعتنا الاساسيه. هنا معايا هنا المعلقه التاني الصابون السائل او البرسيل او الجيل، او يعني شوفي الماده اللي انت بتعملي دي. تمام. هندوبهم مع بعض كده، ولا ميه سخنه ولا ميه بارده ولا على النار ولا اي حاجه. بس احنا ممكن نعمل كده على فكره ونعملها على النار لو احنا هنعمل ايه الكوش بتاعه البوتاجاز. تمام تمام. معاكي حاجه تانية؟ معايا معلقه خل. شايفين تفاعلت ازاي معاها؟ التفاعل ده بقى اللي هيبقى موجود على الصدى اللي موجود في الحله، كوش البوتاجاز والحاجات دي. طبعا انا سايبه الماده الكاويه على ما تبرد عشان هي سخنه هتتقلب دلوقتي. الحمد لله ربنا ستر. تعمليها للبوتاجاز، الاواني، اي حاجه عندك بالشكل ده كده. تمام. هنحط الماده الكاويه بتاعتنا على البارد مش على الحامي، يعني مش على نار حاميه. عايزه بقى عايزه تحطيها بقى على البوتاجاز وتحطي فيها الايه بالشكل ده كده. معايا هنا الليفه اللي بغسل بيها. تمام. المشكله ان بصور بايد واشتغل بايد، فالعمليه صعبه معايا شويه. هناخد من الماده دي كده. هحاول ان انا امشيها عليها كده بالراحه، يعني ايه كده. شوفوا مجرد ما بمشي بالميه، شوفوا الميه مفيش خالص،
هسيبها بس دقيقتين اتنين، اقل من دقيقتين يعني دقيقة على الاقل. ماشي، في ثواني هتلاقيها راحت خالص. مع كوش البوتاجاز برضو هعملها، جربها لكم مرة مع كوش البوتاجاز. انا قلت ايه المشكلة بقى اما اعملها المرة دي، وانا معاها هزودها بس مية، كوبايتين مية، نفس المكونات اللي معايا. تمام، هزودها كوبايتين مية. شايفين المنظر؟ انا كنت بحسب ان انا بصور. شايفين؟ فعلا هغسلها وهتشوفها بعد غسيل. دي والله حرفيا الحله بتاعتي. شايفين المنظر والجمال بتاعها زي ما انتم شايفين كده، من غير اي مجهود ومن غير اي حاجه خالص. هنشوف الكوش برضك عشان اثبت لكم ان هي فعلا حاجه بسيطه وسهله. معلقه كربونات ومعلقه بوتاص، مع اي صابون سائل عندك في البيت. تمام، مع معلقتين خل او عصره ليمون، وترجعي حاجتك واوانيكي جديده زي ما هي بالشكل ده كده. الكوش بتاعت البوتاجاز اهيت زي ما انتم شايفين كده. هو البوتاجاز زي ما انتم شايفين يعني نضيف، دي لسه واقعه مني دلوقتي وانا بفضيها. تمام، بس هي الكوش اللي عايزه تتغسل. هنشيل الكوش بتاعتنا وهنغسلها بالشكل ده كده. وهتشوفوا النتيجه. هنحط الميه المغليه دلوقتي عليها بالشكل ده كده. كمان هنغطيها يعني بالميه. تمام، خدت مننا 4 كوبايات ميه، مفيش مشكله بالشكل ده كده. هنسيبها مع بعضها شويه ونرجع لها تاني. شايفين كده؟ هنطفي عليها بقى ونسيبها. المشكله ان احنا يعني ما عملتش حاجه. وشوفوا انا حبيت بس يعني تبقى عمليه قدامكم. شوفوا الميه عملت ازاي من غير ما اجي يمها، من غير ما اعمل اي حاجه فيها. هي اهي بالشكل ده كده. على رأي اللي بيقولوها ايه، لا السحر ولا شعوذه.
مش هتحتاج منك ان انت تمسكي سلكه وتقعدي تفك ولا معلقه ولا اي حاجه خالص. يعني هي مع نفسها كده هتفك مع نفسها. هنشوفها اما نطلعها. شايفين دي كانت لازقه خالص ومش بتطلع. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ماشي. هنحط ماده سايله بس كده ونجيب دي اشتغل كده. شوفوا هندلها بس ونسيبها شويه، مش هندعك ولا اي حاجه خالص. هجيب بالمعلقه بلاش بايدي عشان دي ماده كاويه وايدي هتتبهدل. طبعا ديت استعدادات لجاية الغالي من العمرة. انا بجيب من اللي انا حطها فيهم الكوش. تمام. هنسيبها بس 5 دقايق بالظبط. طبعا بقيت عيون البوتاجاز نضيفة، يعني انا على طول بمسحها، بس دي كانت لازقة ودي كمان هنعملها. نجيب حتة السلك. بس انا حابة اوريكم حاجة، يعني اشوفوا المنظر اهو. مش سلكة، ده السفنجة بتاعت المواعين، من غير سلكة ومن غير حاجة خالص. شايفين؟ بجد يعني ما كملناش حتى دقيقتين 2 حتى تمام التمام. ايه رأيكم بقى بالشكل ده كده؟ ما خدش منا حاجة، ما خدش منه وقت. على فكرة البوتاجاز مش جديد ولا حاجة، البوتاجاز بقاله 20 سنة يعني متهالك. شوفوا بقى المية بتاعتنا اللي احنا غسلنا فيها الكوش، شايفين بالمنظر ده كده. تمام. شوفوا بقى المية برضو اهي كوش. طبعا هي كوش قديمة، طبعا ده بوتاجاز قديم ومتهالك. البوتاجاز بتاعنا رجع زي ما كان اهوت جديد نضيف. طبعا يعني الكوش برضك يعني كويس ان هو كده ب20 سنة، يعني حاجة كويسة بعد الاستهلاك والغالي مستهلكه جامد يعني. اهوت زي ما انتوا شايفين كده اهو. نضفنا بوتاجازنا بمعلقة بيكنج كربوناتو وبطاس، معلقة بطاس ومعلقة صابون سايل، اي صابون سايل انت بتستخدميه في غسيل مواعينك، ومعلقتين خل وكوبايتين مية. كل شيء بقى نضيف قدامك زي ما انت شايفين بالشكل ده كده.